طيب استاذ مكرم، انت ما ذكرته الان الحقيقه في عدد من النقاط اللي بتستدعي التوقف امامها ومناقشتها. أيوه. وخليني اقف في البدايه عند النقطه الاخيره اللي انت بتتكلم فيها النهارده عن مساله الاخوان المسلمين. الاستاذ ضياء رشوان المرشح المنافس، وبالمناسبه كان الترتيب في البدايه ان يتم استضافه المرشح الفائز، وبالتالي كان التواصل مع الاستاذ مكرم والاستاذ ضياء من يفوز يكون ضيفنا اليوم في هذه الحلقه حتى تكون الامور واضحه للساده المشاهدين. الاستاذ ضياء ليس اخوانيا، استاذ ضياء انا اعلم وانت تعلم هو ناصري، نعم انا بتحدث، هو ناصري وعضو في نادي الفكر الناصري قديما، وهو معروف بانتماءاته الناصريه، وهو مهتم بالشأن الاسلامي. هنا محتاجين تفسير لشكل العلاقة. هل ايه شكل العلاقة؟ ايه العلاقة اللي بين الطرفين، بين تيارين متناقضين؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، ألا تعتقد بأن وضع أو إعطاء الإخوان هذا الحجم من التأثير في شكل من أشكال التضخيم من دور؟ أستاذ عبد اللطيف، أنا أعرف هذه النقابة زي ما أعرف كف يدي. أكيد. وأنا عمري ما كذبت، وعمري ما تقولت كذبا أو تقولت وهما. صحيح أن ضياء ليس عضوا في جماعة الإخوان، ولكن طال على امتداد الانتخابات التي جرت في النقابة كان الإخوان يهتمون بأن يأخذوا عددا من الأعضاء يسيطروا على بعض المواقع الهامة مثل بعض المواقع الخدمات، ويعتبروا أن النقيب هذا لابد أن يترك لكافة التيارات. هذا العام على وجه الخصوص تصوروا أن النقابة يمكن أن تسقط، وأن رأسها يمكن أن يسقط، وأنه من يمكن يستبدله ليس بالضرورة بزميل إخواني ولكن بزميل صديق للإخوان. وإذا كان بالفعل ضياء ناصري فقد كان، لكن ضياء أحد المتعاطفين من الإخوان، وهذه ليست تهمة، هذا من حقه. هو من الذين يعتبروا أن الإخوان المسلمين تيارا معتدلا يمكن التفاهم معه ويمكن التأملق معه. لكن فسر لي لماذا الإخوان المسلمين تعتقد بالفعل أن نقابة الصحفيين قابلة للسقوط العام. المرشد العام أصدر تصريحا منشورا. أنا رجل صحفي ومصداقيتي كصحفي لا ترقى إلى الشك. ودي مسألة المرشد العام يعني. وليقل لي أي زميل إخواني أو المرشد العام يرد علينا يقول لا أنا ما أصدرت. المرشد العام قال أصواتنا سوف تذهب إلى الزميل ضياء لأنه دافع عنا. إخوان أونلاين تكرس كل جهدها لحملة شديدة. الدستور صديقة جماعة الإخوان تبتدع أشياء، تنشر صفحات علشان تدفع المشتركين في مشروع يهم 3000 صحفي. نصف الصحفيين سوف يجدون مسكنا ملائما. ما الذي يدفع الدستور إلى أن تشن هذه الحملة بالصفحات؟ الأرض وهم، المشروع كاذب، الغلاء الشقة لن تكون، ان الراجل ده بيحمل ورقه انتخابيه. انا لا يعني، وانا في النهايه انا لا اعادي الاخوان، بالعكس انا في كل كلامي كنت بقول ان هذه النقابه ينبغي ان تكون مظله للجميع، مظله للاخواني، لليميني، لليساري، للوسط، للقبطي، للمسلم. مهمتها الاولى ان تحمي الراي والراي الاخر. مهمتها الاهم أن تحمي الأقلية بحق الأقلية في التعبير عن رأيها من طغيان الأكثرية. وهذا كان مسلكي وكان ديدني، ولم أميز على وجه الإطلاق ما بين زميل إخواني وما بين زميل غير إخواني. وهذه التقسيم الذي زرعوه. وبعدين هنرجع في عيد فين؟ يعني مش معنى هم يتصوروا أن سقوط النقابة هو بادرة لتغيير ضخم في مصر، وإن ده بادرة التيار الجارف. وكان هناك من بعض أصدقائهم الذين يقفون على باب اللجان يقولوا التغيير قادم، تغيير مصر يبدأ بتغيير النقابة. وللأسف الذين تقولوا هذا كانوا في يوم ما، لا أريد أن أقول كانوا في يوم ما مين، الصحفيون المصريون جميعا يعرفون في هذا. فأنا لا أتقول كذبا، وأنا مستعد لهذا. ولهذا السبب أنا أرسلت إلى النائب العام طالبا التحقيق، لأنه ما فعلته إخوان لاين أضر بي، وربما أنه كانت أصواتي تعلو على هذا، لأن في ناس كثيرة لا تدقق يقرأ لا ده معقول، خاصة وأن الموجة دي شغالة من شهرين. ده مكرم طبع مع إسرائيل وأنا لا طبع، ده أنا بكتب مقالات على امتداد العامين الأخيرين
أحذر العرب من التطبيع، أحذر السعودية من محاولة بيريز لأن يلتقي مع الملك عبد الله. أقول أن التطبيع هو الورقة التفاوضية الأساسية. أدعو المصريين إلى أن لا يمارسوا أي ضغط على بلد عربي من أجل التطبيع. تفاجأ بأنه إيه؟ كلام آخر خالص. أنت كما وكأنك تكتب في فراغ، وكأن ما كتبت ده هقص في هقص لا أحد يقرأه ولا أحد يتابعه. طب أستاذ مكرم، يعني قد يكون هذا أثر كما ذكرت الآن في أن كان ممكن تاخد أصوات أكتر من كده، لكن خلينا نرجع للدورة الأولى. أستاذ مكرم، 1497 صوت مقابل 1458. ألم يكن هذا مفاجئا لك؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي أعطى الانطباع للآخرين بأن سقوط رأس النقابة بات قريبا؟ شوف أنا حملت بكافة بتكلفة أنا مش المسؤول عنها. طبعا عدد الإخوان الموجودين في نقابة الصحفيين على الأقل يتراوح ما بين 600 و 700 زميل. خد أنصارهم كمان 1.5، يصل حجم تصويتهم الحقيقي إلى 900 أو 1000 صوت، وهذه هي الأصوات التي حصلوا عليها مع منافسي قبل عامين. ضيف عليهم 200 صوت من المهمشين والمغاضبين من رؤساء التحرير والذين لهم مشاكل لم تحل. ومشكلتنا بالفعل في الوسط الصحفي للأسف أن كثيرا من المشاكل تظل راكدة، لا يسعى أحدا لتحسينها. العلاقات في بعض المواقع العلاقات متغذية جدا ما بين رؤساء التحرير ورؤساء المجالس الإدارات مع بعض الزملاء، تظل قائمة، تتحول إلى مشكلات سياسية، وهي في الأصل بدأت بمشكلة مهنية. ولا أنا أطفأت حرائق في العامين دول بغير حصر في كثير من المواقع الصحفية. وأظن يعني أن آن الأوان أننا نتكاتف جميعا على تصفية المؤسسات الصحفية قومية وخاصة وحزبية من هذه المشاكل، نعالجها بشكل منظم، نعالجها بشكل متعدد، مش عشان خاطر الانتخابات، لا، عشان خاطر الناس تتفرغ لعملها الحقيقي، عشان الناس تؤدي مهمتها الصحفية على نحو صحيح. لأن الذي يوغر صدره أشياء يلون الخبر تلوينا سياسيا، ويحاول قدر الإمكان أن يصنع من كل حبة قبة، وأحيانا يخترع الخبر لغرض في نفس يعقوب. كل هذه المشكلات لابد بالفعل أن نتصدى إليها. فالجزء الآخر أنه ربما كان هناك من يتصور أنه ضياء دخل في الانتخابات السابقة لم يحظى حتى بأن يكون عضوا في النقابة، وبالتالي فالمعركة محسومة، وبالتالي اللي يصحيه مكرم كاسب، مكرم راجل سمعته طيبة، وبالتالي حصل تكاسل وغاب عن الجمعية العمومية نصفها. وأيضا كمان ربما يكون أحد العوامل أن انتخابات النقيب تختلف عن انتخابات مجلس النقابة. بيبقى النقيب و12 مجلس موجودين في المعركة الانتخابية، كل زميل بيجيب له 12-13 عضو، فبتكتمل الجمعية العمومية قبل الواحدة ظهرا. الجمعية الأخيرة بتاع الأحد الماضي لم تكتمل حتى الساعة 4:15، يعني اكتملت قبل 3-4 ساعة من الساعة 5. دي العوامل. ربما أيضا أكون أنا قد أخطأت بعض الأخطاء التكتيكية. بيقولوا لي من الأخطاء التكتيكية أنني جلست وحاولي رؤساء تحرير الصحف القومية بيقولوا هذا وبيقولوا ان هو سبب، وده برضه ناتج عن فهم قاصر. وانا عندما اجلس مع رؤساء وانا احبه، ده صديق وزميل ولي مصالح عنده تتمثل في هؤلاء الزملاء الذين لهم مشاكله. هو النقيب المفروض ان يعادي ابتداء رئيس التحرير ورئيس مجلس الاداره؟ لا، النقيب المفروض ان يكون جسر وساطة حميدة، يحاول قدر الإمكان إقناع رئيس التحرير. ممكن أن يستخدم أدوات أخرى إذا لقى أن الموقف متعسر، وإذا لقى أن في تعسف من أي من الجانبين. لكن يعني إسقاطات حدثت.